ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده فيديو جامد جدا، وصفة سهلة جدا وطعمها حكاية. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك من الكلمة الحمراء اللي تحت الفيديو. انا هنا هعمل لكم وصفتي النهارده بتستخدمي ليها كذا نوع. تمام، مش نوع واحد بس. خلينا ماشي مع بعض خطوة خطوة واقول لك ايه البديل للوصفة بتاعت النهارده دي. انا معايا صينية على النار فيها حبة زيت محترمين، بس مش كتر قوي يعني. انا ده زيت كنت محمره فيه بطاطس فاستغليته. تمام، فحطيته على النار في الصينيه يسخن معايا. الوصفه دي ما ينفعش تستخدمي فيها سمنه، عاوزه استخدمي زبده استخدمي، بس انا ما استخدمتش، انا جربتها بالسمنه بس، بالاسفه بالزيت. فانتي ايه، عايز جربي بالزبده جربي بالزبده. حطيت حبه زيت على النار في الصينيه، سبتهم يقدحوا مع بعض كويس، وابدا انزل فيهم بحبه بصل محترمين مكعبات متقطعين. بصل متقطع مكعبات، لا هي كبيرة ولا صغيرة، وابدأ اسيبها تتشوح على النار على درجة حرارة عالية. انا مش عاوزاها تاخد لون مني او تنزل كل كمية المية اللي فيها، لان انا عاوزة برضو تنزل مية من اللي فيها في التسبيكة بتاعتي فتدي لها طعم مسكر. تمام كده، فهقلبها على النار تاخد لون خفيف كده، مش تتحمر معايا. ومش هضيف لها ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة دلوقتي. تمام، اسيبها بقى على النار لحد ما تتشوح كويس. تمام كده، اهو بقلبها ايدي فيها عشان انا مش عاوزاها تاخد لون من ناحية، ومن ناحية تانية ما يكونش فيها ايه، لون. بس اهي انا خدت لون خلاص اهي، ما اتحمرتش يعني، بس تحسيها دبلت كده شوية وما خدتش لون، وفي نفس الوقت فيها مية، يعني مش نية ومش ايه، مش متحمرة. هنزل بقى عليها بشفشق طماطم، عصير طماطم ضرباه، مش مصفياه، انا عايزاه تسبيكه تقيله زي تسبيكه المحشي، فمش هصفي الطماطم بتاعتي. عايزه تضيفي معاها صلصه ضيفي، انا ما ضفتش. ونزلت بحبه فلفل، حبه ملح، حبه كمون، بس فقط لا غير. انا الوصفه بتاعتي مش مستاهله اكتر من كده. عايزه تضيفي بس شويه كزبره ضيفي، بس انا الكمون بتاعي محوج فعليه كزبره، فما ضفتش كزبره بقى، ضفت ملح وفلفل وكمون وبس. بس كده، هقلبهم بقى واسيبها تتسبك تسبيكه مش زي بتاعه الطماطم، لا انا عاوزاها فيها ميه، عايزه لسه فيها ميه تكمل سواها. فين؟ في الفرن. تمام، لان انا هسويها في الفرن، عايزه اسويها على البوتاجاز برضو، سويها انت وراحتك. هسيبها بقى تغلي على جنب، وابدا اجهز بقيه الوصفه بتاعتي. ايه بقيه الوصفه بتاعتك، او انت هتعملي ايه اصلا النهارده؟ انا هعمل صينيه سمك. انا استخدمت النهارده، انا استخدمت سمك قراميط. انت ممكن تستخدمي سمك بلطي، سمك بلاميط، اي نوع سمك عايزه تستخدميه استخدميه، بس ده ارخصهم سمك القراميط ده. فبدات اغلي في الحته معايا، في الدقيق، بس دقيق بس مش دقيق ونشا، وابدا اقليها نص قليه على النار. عايزاها تنقلها نص قليه بس عشان هي وتتكمل السوا بتاعها في التسبيكه بتاعتي. تمام كده، يا دوبك السمكة كده اتغير معايا اللون، استخدمي زي ما قلتلك اي نوع تحبيه. كده الصلصة بتاعتها هي اتسبكت شوية بس لسه فيها مية، انا تمام قوي كده. هسيبها بقى وايه، وهطفي عليها واشوف بقية السمك بتاعي. اهو دي الكمية اللي طلعت، يا دوب بس غير لونه. انت لاي سمك هتحطيه برضه يا دوب يغير لونه بس كده. عايزة تحطيه ني حطيه، بس طعمه مش بيبقى حلو ومحبش كده زي اللي انت قاليه نص قليه. فحمريه الاول نص تحميرة، وبعدين انزلي بيه في التسبيكة. لا تحشيه ولا تتبليه بملح وفلفل ولا اي حاجة، هو هياخد تطعيمته من الصلصة بتاعتك. الصلصة بتاعتك خليها حادقة سنة، يعني زودي فيها الملح سنة، عشان ايه، تاخد مع السمك وتسوي السمك وتبقى فيه زي الفل يعني. هجيب بقى الصينية بتاعتي وابدأ اضيف فيها حبة صلصة من تحت كده عشان السمك بتاعي ما يلزقش. اوزعهم بقى في الصينية بتاعتي وابدأ ارص فيها السمك بتاعي. تمام كده، ماشيين مع بعض اهوت خطوة خطوة وسهلة وبسيطة. السمك القراميط ب35 جنيه، عشان كده احنا جايبينه. يعني انت ممكن تعملي ببلطي، بلطي ب50، بلاميطة ب50 وكده يعني. انا جبت الصينية بتاعت حطيت فيها حبة صلصة من تحت، وبدأت ارص السمك بتاعي في الصينية، متنضف وزي الفل ومغسول وطعمه حكاية. احنا بنحبها، مش ما بتحبش السمك القراميط ممكن تضيفي اي نوع سمك انت تحبيه.
بعيد وازيد اهوت، عشان ما تفكريش يعني خلاص ده انا عندي سمك بولتي فمش هينفع. مش لا، انت اي نوع سمك عندك ضيفيه يا حبيبه قلبي وهيبقى زي الفل. بضيف بقى وبرص السمك بتاعي. انا كنت عامله الصلصه بتاعتي على اساس تكفي صينيه واحده. ما شاء الله الكميه بتاعت القراميط بتاعتي كانت كبيره فعملتها على صينيتين. تمام. فشويت الصلصه من على الصينيه شويه بس كانت حلوه برضو. انت تبي تزودي السمك الصلصه، لان انت كل ما بتزودي الصلصه كل ما بيديلها طعم احسن. تمام كده. كده الصينيه بتاعتي رصيتها حلو. هبدا بقى انزل عليها بالصلصه من فوق، حبه صلصه حلوين كده من فوق. انا هسويها في الفرن الطين. انت ممكن تسويها في فرن البوتاجاز، ممكن تسويها في فرن فرن الغاز، اي فرن كهرباء، اي حاجه يا حبيبه قلبي عاوزه تسويها هتغطيها وتدخليها الفرن غلوتين وبعد كده تشيل الغطا تاخد وش من فوق هتبقى معاكي حكايه. بس انا بغطيها اهوت بالصلصه. تمام كده. اهو بغطي، بحاول اغطي بس الكميه اللي عندي. وهجيب الصينيه بقى التانية وابدا ازود فيها الايه دي. الصينيه اصلا اللي انا عامله فيها التسبيكه بتاعتي، حتى زودتها شويه ميه بس. تمام يعني ايه، عالجت الموقف يعني. وابدا انزل بكميه السمك اللي معايا وبس كده. هغطيها بقى وادخلها الفرن بتاعي. احنا عندنا فرن طين فهنسويها في فرن الطين. والنتيجة بتاعتها ان شاء الله على فكرة دي هسويها في الفرن الكهرباء للأمانة، والصينية الطويلة هي اللي هوديها الفرن الطين. وهوريكم النتيجة بتاعت الاتنين يعني. هنا حطيت الصلصة بتاعت السمك بتاعي لان مش هحط على وشه، فحطيته الاول على الظهر وبدأت اقلبه تاني على الناحية التانية عشان ياخد من طعم التسبيك. تمام كده. كل حتة فيه تكون شاربة من طعم التسبيكة بتاعتي. تمام كده يعني مش هرجع ازود عليها ايه تسبيكة من فوق. بس ادي الكمية بتاعتها اهيت. هدخلها الفرن بقى واوريها لكم بعد الفرن. وده كانت النتيجة دي الفرن الطينة. ما ادتهاش وش جامد في الفرن الطينة. بصوا العفارة الصغننة دي طعمها حكاية مع السمك. ريحة الدخنة طعمها تحفة تحفة تحفة.